وقال له ان اسلام يتكلم عليه. طب ارجع. طيب ورجعنا لكم تاني. معانا مكالمه هاتفيه من معالي المستشار مرتضى منصور. معالي المستشار. الو. معالي المستشار ازيك؟ ايوه يا بيه، ازيك؟ كل سنه وحضرتك بخير. وانت طيب. هو الولد ده اللي انت جايبه بيهرج؟ ده هو لسه مين بيشكر ده فيك اللي على قعد فكره. معاه 5 ساعات يا ابو القاسم؟ لا ده بجد ده 5 ولا ساعات طبعا. انت بتتكلم بجد والله؟ احنا مين هوا على الولد فكرة. دوت؟ احنا هوا على فكره. احنا هوا. ده جه احنا هوا. أنا عايز النادي أسمع يعني كان مش مكالمة بيعيط. الو. ده كان بيعيط. طب بالراحه بس سياده المستشار على يا فكره بيه اللي اسمعني بلغك من وصلك فضلك. الرساله غلط. يا بيه من فضلك اسمعني. ده تهريج دون يا بيه مكالمة اللي مسجلة، جه مش النادي مصدق. مش مصدق. وقعد هو- ماسك هو- المايك احنا هوا على فكرة. وهيزمر وطالع يقول لك قعد معايا 5 ساعات. انت مين يا ولد؟ مش قاعد معاك 5 ساعات. بس هو في حضرتك فيديو سامعني معالي بس. المستشار وقابلك. فيديو بس انت عايز بتهرج؟ حضرتك سامعني طلعهولي ما هو يا بيه. ده ماسك المايك بيترعش في دقيقة. حضرتك طب وانت كابتن حسين اسلام عايز لبيب يكلمك. مسلطك كابتن اسلام عليا عايز يكلمك. تاني، وحسين لبيب مسلطك عليا. انا مش مصدق ان دي مكالمه، هو مش سامعني اصلا. انت لا، مين سامعك، يا بيه؟ ده سامعك. بيهرج. يا معالي يا المستشار. بيه ده ولد بيهرج. انا معالي بقول لك المستشار. يا بيه مع احترامي ده انا اسلام دعيته عايز للنادي يكلمك. وقلت اسلام. عليه زملكاوي وجه النادي وطالع يهرج ويقول لك 5 ساعات وانا فضيلك يا ابني. اللي قدامك ده يا ولد. واحد، اصغر مؤلف قانون في مصر. 2، اكبر مساجد هي انا اللي مالفها. 3، رئيس نيابه. 4، رئيس محكمه. 5، عده هيئه برلمانيه دوليه. مين ده؟ على فكره يا معالي المستشار اسلام الاول اتكلم على حضرتك، يعني شكر في يا بيه لا حضرتك يا بيه، يا وبعدين بيه قال ده ان هو الولد قعد بيقول معاك لي في غير سامعنا وجهه ولا نظر. ديت مكالمه انتوا بتهزروا؟ يا بيه ده الولد لا، ده هو بيقول مش لي موجود. انه طالع بيقول انا مشيت. طب هو وأنا انت جيت السبب وأنا في ضيعت رحيل النادي. امام عاشور؟ ده بنهرج وبيقول لك كهربا مش هديه. ده هو كده معانا. لا ده مسلطه الخطيب. طيب براحتك بقى، خليه يخلص هو براحته. لا لا معالي براحتك. انت مين يا المستشار، ولد؟ على فكرة انت لو مش محترم. محترم. هو حضرتك مين بس اللي بعت احترم حضرتك نفسك. المداخله بتكلم؟ تاني احترم نفسك. احترم نفسي على ايه؟ على ايه؟ على ايه؟ انا كلامي واضح. على ايه؟ طيب حضرتك بتتكلم اوعى ايه؟ طيب في ايه تتنطط. المشكله اللي معاك؟ طيب انا مش هو عايز انت أتكلم. فاكرني عايز خلاص يا بنت هو ايه؟ يقول لك كلمتين هقول كلمتين. لا انا راجع هو أصلاً لكم مين اللي واعلمكم بس- كلكم لا ده. يخرج من انا يا بيه جنبك وجاي. جنبي وجاي. انا جنبك في المدينه. طب معالي انا المستشار. أنا ده لسه بقول جنبك. حالا دلوقتي هطلع أنا لايف تاني جنبك. اصوره دلوقتي، ما عنديش مشكله. انا ده لسه جنبك بقول وانت كنت ما في المؤتمر تسالش ولا وهتقول كلمه هيسمعني. تاني. خلاص. مع السلامه. معالي المستشار. مع السلامه مع السلامه مع السلامه. يا استاذ محمد. هو ايه المكالمه الغريبه ديت ولا ايه ده؟ استاذ فيه محمد. مين اللي اداله الرقم اصلا؟ طب هنطلع فاصل ونرجع لكم تاني. نطلع فاصل. استاذ محمد ايه اللي حصل يا استاذ محمد؟ ايه يا جماعه انت ايه يا استاذ؟ وتقريبا حد في الاعداد على علاقه بحد او في حد قريبه شغال معاه في المكتب. استاذ محمد بيقول له فبلغوا ان انت قلت عليه ان هو كده تحصل طب مصيبه. لسه ما انت خبطت فيه برضه. خبطت في مين؟ هو لا، انا جيت لا، جنبه خبطت اصلا؟ ده هو اللي طلع على الهواء اصلا ما كانش سامعني. طب ايه انا مش عايز اكمل الحلقه ديت. انا هيحصل مصيبه بجد والله. طيب هنحاول نتصرف في نشر ايه؟ الحلقه ما مباشره. انا كده هطلع. الحلقه مباشره. طب طب لا، هنكمل بس طب ما بقية الحلقة. المباشر بقى هعمل مشكله هو راجل كبير. انا اطلع مش واعمل هينفع. لايف. اطلع طب واعمل انا لايف. هصور والله اطلع دلوقتي، ونعمل والله لايف. العظيم هنكمل. هصور بجد. هنعمل لايف بعد ما تخلص باللي حصل ده، واكيد كده طبعا الناس كلها شافت يا باشا القصة. بص ثواني بس عشان خاطر هو يعني اللي بيحصل ده واقع دوت، يعني ان هو انا هو اكون موجود على الهوا. طب انا مالي؟ طيب هو انا قال في بالفيلم المدينه الهندي حتى بتعمل لو لنا جه مشكله نقعد ليه؟ معاه ونراضيه مفيش مشكله. طب انا خالص. مش عايز انا اخش في انا عايز قصص اقول لك على رتح حاجه وعايزين برضه. الموضوع نحترم خارج عن الناس. الاراد. انا اول مره اعرف ان في حد هنا في الاعداد حد قريبه شغال معاه في المكتب فبلغه. هو لو جه هنراضيه وهنكلمه مفيش مشكله. نكمل بس الحلقه عشان احنا تراضي ما مش عارف اشتغل والله. طب كده. ما أنا هنرجع كده بس فصلت. هنرجع من الفصل. ما هو هنرجع نرجع من نعمل الفصل إيه؟ بس بقى دقيقتين عشان ورجعنا لكم تاني من الفاصل. والكابتن اسلام علو. كابتن اسلام نطلع نكمل باقي الصوره صوره وتعليق هتطلع ثواني بس. انا بس بس عايز أنا اقول للناس رجعت. حاجه. احنا طالعين مباشر على فكره. طب ما انا ما عنديش مشكله. انا برضو انا مع حضرتك. اعمل لايف بعديها. اعمل لايف بعديها. نشوف بس الصوره اللي بعديها. اسامه حسن. يعني ليه كل الاحترام والتقدير. هو ده اللي انا اتكلمت معاك في الاول، موضوع خالف تعرف. هو طبعا بيختلف في حاجات كتير جدا بيقولها بره المنطق. خلينا نتكلم بصراحه في موضوع بطوله كاس العالم ضعيفه وحاجه زي كده. الحاجات دي انا بلعب. سمعت كلامه عن ابو تريكه في الحلقه اللي فاتت مع كابتن مجدي عبد الغني؟ لا والله ما تابعتش. هو كان قال ان كابتن ابو تريكه بيتلون، بس بصراحه كابتن مجدي عبد الغني رد عليه. يعني في حاجات ما جيت قلت لك هو بصراحه بيرزع فيها جامد. انت يعني شايف ان هو بيفتعل بعض انا بصراحه كمحتوى اعلامي، انا وجهه نظري انا مش شايف ان المحتوى الاعلامي بتاعه، يعني الماده الاعلاميه قايمه كلها على وجهه النظر مش عايز يبقى المختلفه. ترند مثلا. من دي وجهه نظري ليه الشخص وكل الاحترام والتقدير، ولكن انا بتكلم عن المستوى المهني.
انا مش قادر اكمل بجد، انا فصلت خلاص. طب انا بعتذر لان بجد انا يا جماعه تعبت، انا جالي صداع جامد جدا. ماضو صانع محتوى، ماضو عارف انه صديقك ولكن بتختلفوا في فوائد كتير. طبعا ماضو شايفه ماشي على الطريق السليم في المحتوى، ولا برضو ساعات بيحاول يمشي مع الجمهور عشان كويس؟ هو انه يعني ماضو ممكن تدخله مداخله تسمع رايه في اللي احنا حضرناه مع بعض من واحد برضو من يعني رفقاء الدرب، يعني هنحاول ندخله مداخله يا ريت من رفقاء الدرب. حضرنا مع بعض مواقف كتير جدا لمصلحه الزمالك. هو الاستاذ مرتضى منصور انا مش انت بتستشعر بماضو بالمشكله اللي كانت معاك احنا كنا اصلا شغالين لمصلحه نادي الزمالك وما بنختلفش معاه لشخصه. انا عمري في حياتي لا اسأت البني ادم، لا ليه هو الشخص المستشار مرتضى منصور ولا اي حاجه. احنا طول الوقت احنا عمالين بننتقد لمصلحه النادي. يعني انا ما اعرفش، فطبعا ماضو حضر معايا كل القصص. الموضوع بسيط على فكره، مش هتوتر، انا مش عايز مشاكل بس. هو فعلا ممكن يجي. ده بيقول لك المستشار مرتضى تقريبا جاي. طب الحق انا كنت بقى ده احنا ممكن نصور لايف بعديها. انا هيحصل مشكله والله كده. مش مشكله، احنا ممكن نصور، ممكن نجيب الحلقه. ماشي ده وصل. ممكن نجيب الحلقه. اقول لك على حاجه بس، ممكن نجيب الحلقه. وفين دون يا بيه؟ لا يا بيه، ده انا جاي له، ده انا مش هسيبه، ده انت يومك معايا ازرق. ده حرام عليك يا ابني، وقعت قلبي. قول لي هنعمل ايه النهارده؟ مصيبه يا بيه، انت مش جيت المؤتمر؟ لا ما تزعلش مني، تعالى يا بيه يا كابتن ابو العز. ايه رايك يا بيه؟ يا عم حرام عليك اهو هو السما اهو. حرام عليك. صدقت من المعلومه الشر. انا والله يا قلبي هنعمل مشكله مع الراجل. كنت مقلق انت. طبعا ما اضمنش رد الفعل في المؤتمر مش ضمن. ده مش اثار وخفايه، ده برنامج دخول مفاجئ. ايه رايك؟ دخلت مفاجئ. ايه رايك يا بيه؟ بس حرام عليك يا كاردي. لا يا بيه، مش انت بتقول لي 5 ساعات؟ قول للناس كل سنه وانتم طيبين. وانتم طيبين يا جماعه.